السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو نصايح في المطبخ. النهاردة هنقول على 4 نصايح لما نيجي نقلي بتنجان. النصيحة الأولى عند شراء البتنجان، شايفين العلامة دي مطولة؟ العلامة دي مطولة، مش عايزاها دايرة صغيرة كده، لا، العلامة دي لما نشوف البتنجان واحنا بنشتريه نلاقي العلامة اللي في قعر البتنجانة دي مطولة. تمام. طيب ايه العلامه ديت بقى؟ العلامه دي بتدل ان البتنجان مش فيه بذور ومش ممرر وكمان طري وايه ولين. خلاص، دي اول نصيحه. طب تاني نصيحه، لما نيجي نقطع البتنجان نقطعه بالطول، مش بالايه، مش دواير، نقطعه بالطول عشان ما يشربش مننا زيت. تالت نصيحه، ان احنا بعد ما قطعنا البتنجان نرش عليه شويه ملح ونسيبه 10 دقايق عشان ينزل الميه اللي داخله. الميه دي هي اللي بتتسبب ان هو يشرب زيت بزياده. واضح كده؟ طيب رابع نصيحه هي ان احنا بعد ما تخلصنا من الميه بتاعت البتنجان بالملح، ان احنا بنبدره بشويه دقيق، علشان الدقيق بيعمل عازل بين البتنجان وبين الزيت. وبس كده. يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعموا لي القناه وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.